في خطوة تاريخية تؤكد ريادة العلم المغربي، أعلن العالم المغربي البارز الدكتور رشيد اليزمي عن حصوله على براءة اختراع جديدة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة USPTO. هذا الابتكار الثوري يستهدف الكشف المبكر عن القصر الداخلي في البطاريات، وهو السبب الرئيسي لظاهرة الانفلات الحراري التي قد تتسبب في حرائق أو انفجارات كارثية، خاصة في بطاريات السيارات الكهربائية. يأتي هذا الإنجاز ليعزز الأمل في مستقبل أكثر أمانا لتكنولوجيا البطاريات، ويبرز دور العلماء العرب في قيادة الابتكار العالمي. يتمحور الاختراع حول تقنية متقدمة تمكن من رصد علامات القصر الداخلي في مراحلها الأولية، مما يتيح الوقت الكافي لاتخاذ التدابير الوقائية قبل وقوع الكارثة. وفي تدوينة نشرها الدكتور اليزمي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد أن هذا الابتكار يمثل قفزة نوعية في مجال السلامة الكهربائية، مشيرا إلى قدرته على إنقاذ آلاف الأرواح من المخاطر المرتبطة بأحد أخطر تحديات البطاريات. وقال: نحن سعداء بمنح مكتب براءات الاختراع الأمريكي براءة لهذا الابتكار الذي يركز على الكشف المبكر عن القصر الداخلي، ونطمح إلى حماية الأرواح البشرية خاصة في المركبات الكهربائية. يعد الدكتور رشيد اليزمي من الرواد العالميين في مجال الكيمياء الكهربائية، حيث ساهم في تطوير أنود بطارية الليثيوم أيون، وهو إنجاز جعله من أبرز الشخصيات العلمية تأثيرا في هذا المجال. ويواصل اليزمي ترسيخ مكانته كعالم مبدع يسعى لتحسين جودة الحياة عبر ابتكاراته التي تجمع بين الدقة العلمية والتطبيق العملي. من المتوقع أن يسهم هذا الاختراع في تعزيز ثقة المستهلكين في السيارات الكهربائية التي تعد ركيزة أساسية للتحول نحو الطاقة المستدامة، كما يفتح الابتكار آفاقا جديدة لتطبيقات البطاريات الآمنة في قطاعات متنوعة مثل الطيران، تخزين الطاقة، والإلكترونيات الاستهلاكية. ومع تزايد الاعتماد على التقنيات النظيفة، يصبح هذا الاختراع خطوة حاسمة نحو مستقبل خال من المخاطر. إن إنجاز الدكتور رشيد اليزمي ليس مجرد براءة اختراع، بل رسالة أمل تؤكد أن العلم قادر على مواجهة أعقد التحديات. هذا الابتكار يدعونا للتفكير في أهمية دعم البحث العلمي وتشجيع العقول المبدعة في عالمنا العربي. فما رأيك في هذا الإنجاز؟ وكيف ترى مستقبل السيارات الكهربائية في ظل هذه التطورات؟ شاركنا آراءك في التعليقات، وانضم إلى النقاش حول مستقبل التكنولوجيا الآمنة.